في كل مرة الولد كان بيخرج من البيت كان لازم ياخد معاه ليزر بوينتر، مش عشان يلعب بيه لكن عشان يفتكر دايما يطمن أهله إنه جنبهم. العيلة دي كانت مكونة من 4 أفراد ما عدا الأخ الصغير، ال3 الباقيين كانوا صم وبكم. بس ما تستهونش بالعيلة دي أبدا. الأب والأم استغلوا ذكائهم في الشغل وفتحوا مطعم جنب موقع إنشاءات، والمطعم نجح نجاح كبير جدا، وكل ده كان معتمد بشكل أساسي على ابنهم الوحيد اللي بيسمع ويتكلم، يون جاي. ورغم إن العمال كانوا دايما يمدحوه على شطارته عمره ما اتغر. وفعلا في مرة واحد من العمال حاول يرشيه بفلوس عشان يبيع له زجاجتين مشروب، رفض فورا. مفيش مشروب وقت الغداء، القانون ده ما ينفعش يتكسر. الولد الذكي ما حبش يكسر بخاطر الراجل، فقال له انه ممكن يزودوا مشروب زياده بالليل. ورغم ان العامل ما خدش اللي كان عايزه الا انه خرج مبسوط اكتر كمان من لو كان اخد. في نفس الليله التلج بدا ينزل من السماء. العيله كانت عايشه في كونتينر شحن شكله من بره كئيب لكن من جوه كان دافي جدا، واقترحوا حتى ينزلوا يعملوا راجل تلج. عمرهم ما حسوا بالخجل انهم عايشين في موقع انشاءات. يمكن كان دفء العيله هو السبب. في عالمهم الصامت كانوا عايشين بسعاده وفرح حقيقي. فجاه يون جاي سمع صوت مواسير حديد من بعيد، ولازم نفهم ان المواسير دي كانت على ارتفاع كام متر. اخوه الصغير اللي ما بيسمعش كان لسه واقف تحت بيبني رجل التلج ومش واخد باله من اي حاجه. من غير تفكير يون جاي حاول يجري يشد اخوه بعيد، لكن رجله زحلقت ووقع مكانه. فضل يصرخ باعلى صوته بس اخوه ما سمعش حاجه. لف ينادي على اهله، مفيش فايده. لحسن الحظ افتكر الليزر بوينتر اللي دايما معاه، فضل يحركه على رجل التلج كذا مره لحد ما اخد بال اهله. الاب حس، جري فورا ناحيه ابنه الكبير، وفي اللحظه اللي كانت فيها ماسوره الحديد هتقع شد ابنه ونجوا من الموضوع.